بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم البنات في أكلات صحية سهلة وسريعة. اليوم وصفة بزاف بنينة يا البنات، بدون فرن، بدون لحوم. مقاديرها بزاف بسيطة، تحضر في دقائق، ما تشدش كامل الوقت. ما تعرفوا في السخانة ديما يتلفونا الوصفات، وهذه هي الوصفة اللي راح تهنيك من تخمام. ما تبخلوش عليا البنات بليجام والبارطاج، وما تبخلوش عليا البنات بالاشتراك. نبداو على بركة الله. بسم الله. جبت المقلاة تاعي اللي درت فيها 3 معالق كبار زيت، حبة بصل متوسطة الحجم اللي كنت قطعتها مربعات صغيرة تقدري تربيها، وحبة فلفل صغيرة اللي كنت قطعتها مربعات صغيرة. ماذا بكم البنات دققوها، ما تقطعوهاش غليظة. غطيتها وخليتها على نار هادية حتى يدخلهم أطياب ويذبالوا كما راكم تشوفوا. ضفتهم حبة طماطم متوسطة الحجم اللي كنت ربيتها من قبل، زيتون دوائر اللي كنت غسلته بهذاك الملح، رشة مليحة من المعدنوس، توابل نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر، ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، رشة نتاع الملح. هادو هما التوابل اللي نحتاجهم في هاد الوصفة. ملعقة صغيرة طماطم مصبرة، وتقدري ديري حتى نصف ملعقة كبيرة. بعد ما خلطت مليح المكونات نتاعي مع بعض، نغطيهم على نار هادية ونخليهم يتشربوا كامل المكونات. بعد ما تشربوا لي مليح المكونات، في هذه المرحله درت لهم رشه نتاع السكر. بحكم الطماطيش تاعي شويه حامضه تقدري تستغني عليها، ودرت لهم كاس الا ربع تاع الماء، تقدري ديري حتى الكاس نتاع الماء. نخليها على النار هاديه مده 2 دقائق. كي بدي يثقل هذاك الخليط نطفيها ونخليها على جنب. جبت من جهة أخرى جبت كمية من البطاطا. أنا اختاريت البطاطا الصغيرة وقطعتها مربعات صغار، تقدروا تقطعوها على شكل فريتو ولا دوائر، لكم الاختيار. هذه هي الكمية المتحصل عليها. تقدروا في هذه المرحلة تملحوها وتقلوها، وأنا فضلت الطبق تاعي يكون صحي. أنا نشويها في الفور. جبت أنا الإناء اللي درته فوق النار، خليته حتى غلى مليح، وجبت هذيك البطاطا كامل هبطتها. وكان نصيحة البنات، البطاطا تاعكم تغلي مدة 2 دقائق، لا أكثر ولا أقل. إذا حبيتي تملحيها وديريها تشويها في الفور، لكن الاختيار ما تشد لك بزاف الوقت. ما قلت لكم البنات، أنا خليتها تغلي 2 دقائق، نصفيها ونخليها تقطر مليح وتبرد شوية. ما تخدموش بها وهي سخونة باش ما تتعجن لكمش. درت لها رشة تاع الملح بعد ما قطرت مليح وبردت شوية. 2 معالق كبار حتى 3 معالق كبار زيت، تقدري ديري زيت زيتون. وكتوابل ضفت لها ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، ربع ملعقة صغيرة كركم تقدري تستغني عليه، ربع ملعقة صغيرة كمون، نصف ملعقة صغيرة فلفل أحمر. وخلطت مليح المكونات تاعي حتى يندمجوا. هذا التوابل راح يزيدوا البطاطا تاعنا بنة على بنة وما تجيش صامتة. درتها في ورقة طهي باش ما يلصق لكمش وباش ما تغبنكمش في الطياب. هبطت كامل هذيك البطاطا. الفور تاعي كان ساخن على 200 درجة، ما ديروش اقل من 200 درجة. ودخلتها للفور. انا دات لي نصف ساعة في الطياب. بعد ما طابت لي كما شفتوا ظلت محافظة على الشكل نتاعها، ما من لون جاي شهي، جيت تفتت وحدها خير من المقلية يا البنات. رديت لاصوص تاعي سخنت. انا شفت الكميه تاع البطاطا كبيره، انا ما درتهاش كامل. المهم ديروا نتوما على حساب افراد العائله. انا هذيك الكميه تاع البطاطا كانت قادره ديري مقله من الكبار. خليت البطاطا مع المكونات تشربوا لي مده دقيقه حتى 2، ما تخلوهاش بزاف باش ما تنشف لكمش لاصوص. جبت 2 حبات تاع البيض، درت لهم رشه صغيره من الملح، خلطتهم مليح ودرتهم على الوجه. اذا حبيتي تكثري البيض لكن الاختيار. جبت انا في هذه المرحله فرماج تاع ساندويتش الكاريه، قسمتها على 4 اقسام. كما تقدري ديري هنا فرماج عادي، كما تقدري ديري تاع الميزان، كما تقدري كامل تستغني عليه. جبت انا بطاطون، تقدري كامل تستغني عليها، مي زادتها بنه على بنه. انا ما راحش ندير الطون تاعي كامل المقلاة، راح نمشي لهذوك الحفر اللي ما فيهمش الفرماج وندير الطون تاعي. كما تقدروا ديروه الطون تاع الزيت، ماشي شرط نديروا غير الطون تاع الطماطم. هذيك الزيت اللي كانت في الطون كامل هبطتها، ما درتهاش، درت غير الطون. درت رشه مليحه من المعدنوس، ودرت زيتون اسود
قطعته بهذا الشكل ودرته على الوجه، خليته على نار هاديه، غطيته وخليته حتى البيض تاعي طاب والفرماج تاعي ذاب. الأكلة تاعنا حاضرة في طبق التقديم. قطعتكم مرصو باش تشوفوها كيف جات من الداخل. الأكلة تجي مشربة، ما تجيش ناشفة، تجي بزاف خفيفة. مام كي درناها بالبطاطا اللي شويناها في الفرن ما جاش كامل هذا الطبق يقهم. ما تبخلوش عليا البنات بالبارطاج. الى الملتقى ان شاء الله.